نبطّل إن إحنا نمشي كده بالفهلوة. دكتور، ليه اتنين بيعملوا نفس الدايت ونفس التمرين واحد بيخس والتاني لأ؟ عشان ببساطة أجسامنا مش شبه بعض، ممكن تاكل أكلة تأثّر في جسمك تتخنك، وأنا آكل نفس الأكلة وما تأثّرش في جسمي. يعني المشكلة مش في الدايت ولا التمرين؟ لأ خالص، إحنا التمرين أجسامنا بيrespond ليه بطرق مختلفة، ممكن تبقى أنت محتاج أكتر تمارين كارديو، تقوية، ممكن أنا أبقى محتاجة resistance، ممكن الأكل أنت تاكل ثمرة مانجا مثلًا وتتخن عليها، وأنا لمّا آكلها جسمي ما يتأثّرش بيها. طيب إزاي نعرف جسمنا محتاج إيه فعلًا؟ نعمل تحليل اسمه تحليل DNA، ده بيشوف البصمة الوراثية في جسمنا، شوف أنت جسمك محتاج كارديو والّا محتاج resistance والّا محتاج تاكل أكل فيه carbs والّا محتاج توقّف fats والّا إيه المناسب لبشرتِك، إيه المناسب لشعرِك علشان ما يُقعش، إيه المناسب للتجاعيد اللي ممكن تظهر لِك، لو في لا قدّر الله أي مرض عائلي ممكن يبقى وراثي له علاقة بالسرطان، بيبدأ يقول إن في probability عالية جدًا إن المرض ده ييجي للشخص ده. ومش بس كده، بيطلّع كمان معلومات دقيقة جدًا في كل حاجة من اللي أنا قُلتها. معلومات زي إيه؟ ادينا أمثلة كده يا دكتور. معلومات عن جسمك في مرحلة الأكل والdiet، محتاج تاكل إيه، محتاج توقّف أكل عن إيه، بيبدأ يقول جسمك بيrespond لكل حاجة من دول عاملة إزاي، إيه الvitamins والminerals اللي جوّه جسمك، إيه في التمرين أنت محتاج تزوّده، تحسّن من جريك إزاي، تحسّن من نَفَسك إزاي، تحسّن من الrecovery time إزاي، لو في أي injury risk هو بيتنبّأها، لو أنت عندك injury بيقول لك تعالجها في أحسن وقت بأحسن طريقة إزاي، لو في مشاكل في البشرة ممكن حبوب تعالجها إزاي، بشرتك محتاجة إنها تتعدل فيها إيه بالضبط، لو في pigmentations، لو وشِّك بيتأثّر بالشمس، لو محتاجة تاخدي مينوكسيديل، محتاج تعمل PRP، الحاجات دي كلّها ما بتتعملش عشوائية، بتبقى المفروض عن دراسة ونبقى فاهمين جسمنا كويس أوي بيrespond لحاجة زي كده إزاي. طيب هل التحليل ده ليه علاقة بالأمراض؟ ليه علاقة بس بطريقة ذكية مش طريقة مخيفة، يعني بيبدأ يتنبأ لنا لو في أي مرض وراثي في العيلة له علاقة بالسرطان، في تحليل مخصوص للجزئية دي بيبدأ يقول الشخص ده عرضة إن يجيله المرض الفلاني، محتاجين نتجنبه بإن إحنا نتبع 1، 2، 3 علشان لا قدر الله ما يجيلناش، والحاجات دي طبعًا إحنا عارفين بيبقى ليها عواقب صعبة جدًا، فنبدأ نبقى عارفين من بدري. يعني ده مش تشخيص؟ لأ، ده مش تشخيص، ده أبعد ما يكون عن التشخيص، هو بيحطنا on the right track، يعني بيبدأ يقول لك والله أنت في عيلتك احتمالية إن حد من الأهل عنده المرض 1، 2، 3، جسمك فيه احتمالية إنه في وقت معين ممكن ييجي لك المرض ده، أو ممكن ما ييجيلكش، أو النسبة عاملة إزاي، أو تعمل إيه الrecommendation بتاعتنا عشان نأجل من إن ده يحصل، أو إنه ما يحصلش خالص. أنا سمعت إن في تحاليل DNA مخصوصة للبشرة، دي مفيدة فعلًا يا دكتور والّا مجرد ترند؟ دي أبعد ما يكون عن الtrend. التحليل ده من أكتر التحاليل الذكية جدًا، واللي بتsupport جدًا دكاترة الجلدية، دلوقتي بقوا يطلبوها بشكل مرعب، وفي patients كتير بتيجي تلجأ لها على طول اللي بتبقى فاهمة جسمها محتاج إيه. لو أنتِ محتاجة تعملي filler أو botox، التجاعيد دي هتظهر إمتى في وشِّك، محتاجة تبدئي إمتى بالكريمات، إحنا عارفين طبعًا الprocedures دي بتاخد فلوس قد إيه، وبتبقى within زمن range عامل إزاي. بيقول لِك لو وشِّك بيتأثّر بالشمس تعملي إيه، بيقول لِك لو في حبوب تعالجيها إزاي، بيبدأ يتكلّم عن الشعر، بيبدأ يقول لو شعرِك هيُقع، لو في صلع وراثي، لو فتلة شعرِك دي خفيفة والّا تقيلة، محتاجة تاخدي مينوكسيديل، محتاج تعمل PRP، كل حاجة vitamins minerals شعرِك وبشرتِك محتاجاها بأدق التفاصيل، بيبدأ يدّيكِ خريطة كاملة لكل حاجة فيها. مين أكتر ناس بتحتاج التحليل ده يا دكتور؟ ناس كتير، الناس اللي بتحتاج التحاليل دي لو هنتكلم عن البشرة، الناس اللي خايفة يطلع لها تجاعيد بدري، عايزة تحافظ على وشها يفضل شباب، الناس اللي بتهتم إن شعرها يفضل بصحة كويسة، الناس المهتمة برياضتها، بجسمها، نفسها يكون كويس، يعملوا shape كويس، الناس اللي بتعمل diet ومش عارفة واتخنقت، الناس اللي محتاجة تشوف جسمها بيrespond إزاي للأكل، الناس اللي لو لا قدر الله عندها مرض وراثي بيتكلم في حتّة السرطان ومحتاجة تطمن على نفسها. طيب جميل جدًا، لو هتلخصي تحليل الDNA في جملة يا دكتور هتبقى إيه؟ investment، إن إحنا بنستثمر في جسمنا وصحتنا، نبطّل إن إحنا نمشي كده بالفهلوة، نفهم جسمنا كويس جدًا ونستثمر فيه صح عشان يطلع بأحسن نتيجة، لإن أجسامنا دي أمانة في إيدينا.